السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا الكرام في الوطن العربي. قبل ما ندخل في موضوع الحلقة بتاعتنا، بنتمنى من جميع مشاهدينا ومتابعينا الكرام علشان حضرتك تستفاد معانا في الفيديو أو في موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة لازم تكمل الحلقة للنهاية. التردد اللي معانا تردد قناة البرنس. تردد قناة البرنس اتطلب مننا كتير قوي، فقلنا نجيبه لمشاهدينا ونعرف مشاهدينا ان التردد موجود ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان في الوطن العربي. اهلا بكم في قناتكم اي جي ويب. اي حد يوصل معنا للسنة دي ما ينساش ينزل تحت في التعليقات يصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. لو كنت من مشاهدينا الجدد ما تنساش تنزل تحت الفيديو تضغط على كلمة اشتراك، وكمان تعلم على زر الجرس علشان يوصلك جميع الفيديوهات اللي بتنزل جديدة وبتنزل كمان حصريا. اما متابعينا فاحنا بنتشرف بوجودكم معانا ودايما داعمين لينا ولقناتنا على اليوتيوب. في ناس كتير قوي بتدور على فيديوهاتنا عشان تنزل جميع القنوات بشكل حصري، والاهم من كده اننا بنشغل القناة قدام مشاهدينا. زي ما قلنا التردد اللي معانا تردد قناة البرنس على النايل سات. طبعا يا جماعة التردد اللي موجود بتاع قناة البرنس هو 11180 11180 ده التردد بتاعها. معدل ترميز 27500 معدل ترميز 27500 وجه استقطاب افقي اتش. نقول التردد تاني 11180 معدل ترميز 27500 وجه استقطاب افقي اتش. دي تردد قناة البرنس. زي قنوات كتير اول الفترة دي ما هي قافلة على النايل سات. النايل سات قام بغلق معظم قنوات على النايل سات. طبعا كانت اعلنت ادارة قناة البرنس ان هي هتعود للبث بعد فترة قليلة، بس لعند اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي لسه القناة ما رجعتش للبث، لان زي ما احنا قلنا النايل سات قافل معظم قنوات النايل سات، تمام، على انها ما دفعتش اشتراك التردد اللي هي شغالة عليه. ان شاء الله انا مجهز فيديو عن جميع القنوات اللي تم قفلها مؤقتا، وان شاء الله هينزل قريب. واول ما القنوات اللي قافلة سواء قناة البرنس او قنوات تانية كتير قافلة هننزل الترددات الجديدة بتاعة القنوات اللي قافلة، وهنعرف مشاهدينا ان القنوات اشتغلت ولا لا. بس لو لسه جديد معانا من فضلك انزل تحت الفيديو واضغط على كلمة اشتراك علشان يوصلك جميع الترددات اللي بتنزل جديدة وبتنزل كمان حصريا. ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا ودعمنا كمان بلايك، وانتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.